إخواتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبابي، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم اخترت لكم وصفة تاع بسبوسة سهلة. شكون فينا ما يحبش البسبوسة؟ اللي يميزها راح نحط فيها مكون سحري دائما نرميوه. أنا في بعض الأحيان نرميه وفي بعض الأحيان نحطه في المرق، اللي هو الماء اللي نغلو فيه الحمص. راح نحتاج اليوم منه كاس. الماء اللي غليت فيه الحمص، اكيد هنا ملاحظه، الماء هذاك ولا الحمص كي نجي نغليه ما نحطش فيه حتى منكهات. ندير الماء، ندير الحمص ونخليه يغلي. نعرفوا عند بدايه الغليان ندير واحد الرغوه نحيها ومن بعد نخليه يغلي عادي. نحي منه كاس، هنا من الاحسن يكون دافي. اذا واش نحتاج؟ عندي كاس تاع سلق الحمص، يعني ماء، كاس ماء سلق الحمص، ربع كاس تاع عصير البرتقال، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، علبة تاع ياغورت يكون بنكهة جوز الهند من الأحسن ولا طبيعي. نحتاج 2 مغارف كبار تاع جوز الهند، 2 علب ولا 2 أكياس تاع خميرة كيميائية. عندي المبشور تاع نص حبة تاع برتقال ورشة تاع الملح. ونحتاج هنايا السميد أنا درت 2 كيسان تاع السميد رطب. نعرفوا السميد رطب يعني ماركة من ماركة، نعرفوا مرات نلقاو فيه شوية حروشية. انا ما عنديش المتوسط، درت 2 رطب لانه السميد اللي عندي فيه شويه حروشيه. هي من الاحسن متوسط، لكن البنات اللي ما يعرفوش تمسي السميد بيدك تلقى فيه هذيك الحروشيه عادي ديريه الا كان رطب. نمس بيديا نلقى فيه شويه حرش، ندير منه 2 كيسان. هذو بالنسبه للمقادير تاع البسبوسه. دوكا بالنسبه للحسيله واش فيها؟ الحسيله نحتاج، انني وجدتها، نحتاج فيها كاس ونص تاع السكر، نحط بارد في بارد، و3 كيسان تاع ماء، طرونش تاع التشينا، ونحطها على النار. نحسب لها من بداية الغليان 10 دقائق، نطفي ونحط لها نص حبة تاع عصير برتقال. يعني هنا استعملت حبة، نصف درتو دوكا في الحسيلة والنصف الآخر نديرو في العجينة، ومبشور تاع نصف الحبة تاع البرتقال. هذو هما المكونات. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الخليط تاع البسبوسه راه واجد والسنيوه راهي واجده. انا مسحتها بشويه زيت ورشيتها بجوز الهند. السنيوه المقدار اللي ندير فيها انا، هذه السنيوه القياس تاعها 27 سنتيمتر، يعني القدر تاعها. دوكا نحط لاباغاي هذه في السنيوه، ندخلها الكوشه دائما في الرف في الوسط. النار تكون غير من تحتها حتى طيب وتحمر مليح، لازم تكون حمرة مليح من الاعلى. ومن بعد اكيد نسقيها. بعد ما طابت البسبوسه هاي لكم، لازم تدي هذا اللون البني الرايح الغامق، لانه الحسيله ماهيش حمراء. نحط لها كامل الحسيله وهي سخونه، الحسيله بارده والبسبوسه سخونه. كما راكم تشوفوا كامل الكميه، يعني من الاحسن ندير هذه الحركه. ومادام استعملت جوز الهند ندير جوز الهند. واكيد البسبوسه دائما نخلوها حتى العشيه، مثلا درتها الصباح نديرها نقطعها العشيه. هذه هي الوصفه اللي اخترتها لكم نهار اليوم، بسبوسه بدون بيض بمكون دائما نرميوه. استناو الفيديو الجاي، راح ندير لكم مسكوتشو بدون بيض، وهكذا راح دائما نستغناو على البيض في هذه الوصفات. مع السلامه.